مهما وقفنا في المطبخ ومهما تعبنا طول النهار في تنظيف البيت محدش بيعترف بمجهودنا ولا حد بيعترف بتعبنا. علشان كده اسمحوا لي اقدم لكم وصفة خفيفة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش مجهود. يلا بينا نعمل كحك العيد بشكل جديد لسنة 2026. معانا يا امارات 3 اكواب دقيق، اي دقيق تحبيه ان شاء الله، حتى دقيق الغلة. ومعانا كمان 5 معالق زبدة، بس الزبدة تكون متماسكة بالله عليكم. وليه لازم تكون متماسكة؟ علشان هنفركها واحدة واحدة والدقيق يتشربها ونتأكد ان كل حتة في الدقيق شربت من الزبدة بتاعتنا. وكمان معانا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما تزودوش عشان مش عايزين نفلق مننا. وكمان يا امارات معلقتين كبار من النشا، ايوه معلقتين من اللي بتاكلوا بيهم، وشعرة ملح بسيطة. ودي معانا في كل وصفة عشان معادلة السكر ومهمة لصحتكم وصحة اطفالكم. هنديهم تقليبة بسيطة ونخش بقى على كوب الزبادي الطبيعي ويكون مخفوق. لازم تضربيه بالمعلقة كده ضربتين قبل ما تحطيه. وكمان بيضة واحدة، ايوه بيضة واحدة، وصفتنا اقتصادية. وكمان معلقتين كبار من السكر، ولو بتحبيها مسكرة حطي 3 أو 4. وكمان كيسين فانيليا بودرة. وهندي الخليط ده تقليبة بسيطة لغاية لما يتجانس، وبعد كده هنستغني عن المعلقة. وبعد ما نتأكد ان العجينة بتاعتنا خلاص كده بقت تمام وقلبناها كويس جدا، نبتدي نستغنى عن المعلقة ونتعامل بايدينا بقى. بس الاول مش هنعجنها ونكبسها، لازم نفركها ونعملها معاملة الكحك في الأول، وبعد كده نبتدي نعملها معاملة العيش ونكبسها لغاية لما تبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. شايفين العجينة وسمكها عامل ازاي؟ هنسيبها بقى يا بنات ترتاح 10 دقايق، وما تنسوش تريحوها لأن دي خطوة مهمة جدا في عمايل الحلويات. نخش بقى على عجينة الحشو. أي مكسرات تحبيها عندك، سوداني، لوز، عين جمل، اللي تحبيه حطيه، بس تكون كمية كبيرة شوية. وهتحطي عليهم سكر، كوباية سكر، كوباية ونص، زي ما تحبي حسب تحليتك انتي. ومعانا كمان يا امارات بياض بيضة واحدة. وهندي لخليط العسل ده تقليبة كده بالمعلقة لغاية لما يتجانس برضو ويبقى جامد شوية كده. وكده الخليط بتاعنا بقى جاهز. ولو عايزة تستغني عن السكر ممكن تحطي عسل نحل. نيجي بقى على العجينة بتاعتنا. خلاص احنا سيبناها ارتاحت وهنقسمها نصين زي ما حضراتكم شايفين، والنصين هيبقوا كبار كده علشان عايزين نقطعها قطع متساوية. ولو عندكم ميزان يا امارات اوزنوها وهتطلع كل واحدة قد بعضها. وبعد ما نقطعهم كده لنصين 2 هنجيب بقى قطاعة بتاعتنا البلاستيك او السكينة لو ما عندكيش قطاعة، ونقطعها 10 قطع متساوية وتكون كبيرة شوية. اتمنى سمكها وحجمها يكون واضح لحضراتكم. وبعدين هناخدها نكورها كور على هيئة عيش. شايفين الكور يا اصدقائي؟ هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا محتاجينه. هنجيب الطبق بتاعنا ونحط الكور بتاعتنا في قلب الطبق وهنسيبها برضو ونغطيها ترتاح شوية. وبعد كده هنخش بقى على مرحلة التشكيل. هتفرديها يا قمراية بايديكي حاجة بسيطة، وما تطلعيش من الطبق كتير، طلعي 2 ب2. وبعد كده هتجيبي الفرادة وتبتدي تتعاملي مع العجينة بتاعتك واحدة واحدة، ومن نص لبره ومن النص لبره، اوعي ترققي منطقة النص. وبعد كده هتسويها بالفرادة تسوية بسيطة وهتطلع سمكها مظبوط معاكي ومفيش حاجة فيها عالية عن التانية ان شاء الله. هنجيب الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه اللي زي العسل، ونبتدي بقى نشكل العجينة بتاعتنا ونلمها ونحطها في الوسط ونلم العجينة عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو لسه بتسمعوني لغاية هنا اسمحوا لي اقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتدينا سنة جديدة وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم ان شاء الله. وان شاء الله هي بدايتها شهور مباركة، يا ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا. قولوا امين، اللهم امين يا رب. انا كده خلصت الكمية بتاعتي، عقبال ما تجربوها انتوا كمان وتخلصوا الكمية بتاعكم. وصدقوني ما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص منكم، يعني هتقفوا في المطبخ حوالي ربع ساعة. وكمان انتوا شفتوا انها اقتصادية ازاي يا بنات. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. بعد كده هنجيب المنقاش بتاعنا. المنقاش ده لو ما لقيتيهوش هتلاقيه في السوق، دوري عليه هتلاقيه. ولو ما لقيتيهوش برضو هتلاقيه في المعارض المنزلية. ولو ما لقيتيهوش اطلبيه اونلاين، مفيش حاجة مستحيلة. اكيد عندكم المنقاش. وهنبتدي ننقش العجينة بتاعتنا بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين. ولازم النقشة تكون كبيرة شوية، وهنرجع نعيد عليها تاني. هنبططها من فوق شوية حاجة بسيطة، نرجع ندورها من اول وجديد.
وبعد كده هنعيد على النقشة اللي احنا عملناها، بس هنطلع لفوق شوية. شايفين انا برفعها ازاي؟ ما تخليش سمكها تخين، لازم تعيدي عليها كمان مرة، وانتي بتعيدي عليها لازم تطلعي لفوق شوية. احنا عايزين النقشة بتاعتنا تبقى مستقيمة وتبقى عالية، لازم ترفعيها وكمان تطوليها لفوق شوية، لانها بتديكي منظر جمالي جدا، والرسمة بتاعتنا والنقشة بتاعتنا بتبان. شايفين يا امارات؟ الله على الجمال، والله بجد تحفة التحف. شايفين يا حبايب قلبي؟ انا هسرع هنا شوية عشان ما نطولش الفيديو والناس ما تزهقش مننا. احنا بنتمنى لكم مشاهدة ممتعة، فعلشان كده مش عايزين نطول الفيديو. شايفين الامارات؟ الامارات للامارات، الله على الجمال. خلاص كده احنا هنخلص القطع اللي موجودة معانا، بس هنيجي على اخر واحدة. احنا متفقين ان احنا هنعمل 10، هنيجي على اخر واحدة وهنبتدي بقى نشكل بالقطاعة بتاعتنا او الرسمة بتاعتنا دي. الرسمة ديت موجودة في المعارض المنزلية، هتروحوا المعارض وهتسألوهم على القطاعة اللي بنشكل بيها العجينة، على هيئة وردة او على هيئة نجمة او على هيئة دايرة، اللي انتوا تحبوه هتلاقوه موجود هناك ان شاء الله. وبالمناسبة العجينة بتاعتنا ديت ينفع نحشيها لحمة مفرومة، يعني نستغنى عن السكر وهنحط بداله ملح، وعن المكسرات وهتبقى لحمة مفرومة. ممكن تشكليها براحتك اي خلطة انت تحبيها وهتطلع معاكي زي العسل والكل هيموت فيها. وادي شكل جديد وادينا بنتعلم مع بعض. وبعد كده يا امارات هنجيب بقى التزيين، شوية مية كده في طبق، مية عادية من الحنفية، وهتحطي بندق او فستق او لوز اللي متوفر عندك حطيه، او السودانية اللي عندك متوفر حطيه، ما تضايقهاش على نفسك. وتزينوها من فوق كده، وبالهنا والشفا على قلوبكم وقلوب أطفالكم وعائلتكم جميعا. وبعد كده هنرصها في الصاج بتاعنا وهندخلها الفرن. الفرن بتاعنا لو عادي هتبقى شمعة متوسطة ولمدة 30 دقيقة زي ما بتسوي الكحك بالظبط، ولو ميكروويف هيبقى 180 درجة ولمدة نص ساعة وعينك عليه. شايفين الجمال بعد ما طلع من التسوية عامل ازاي؟ وشوية سكر مطحون وهترشيهم كده من فوق الوش، وبالهنا والشفا. الجمال والحلاوة دي محتاجة لايك من ايديكم او كومنت بسيط من بقكم اللي زي العسل بعد ما تجربوها ان شاء الله. وشكرا بجد من قلبي لكل اللي بيدعمني ويقدر مجهودي. شايفين الحلاوة من جوه عاملة ازاي؟ وزي ما تعودنا علشان اللي داخل جديد لازم نسيب اخر وصفة احنا عملناها مع بعض. اتمنى وصفاتنا تعجبكم. اختكم في الله مرودي وست الحبايب، استنونا كل يوم فيديو جديد بوصفة جديدة سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد ايديكم. والسلام عليكم.